يا هلا ومليون هلا بالحبايب. تعالى نجيب 2 حبة بصل زي ما انتوا شايفين، مع قرن فلفل، مع 2 حبة طماطم، مع كام فص توم كده بس مهروسين الاول في الهون. لازم نهرسهم في الهون كويس جدا. وهنظبط بقى ملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة وشوية مستردة بس مش راضية تشتغل، وشوية باربيكيو وليمون وخل، وزودت ملح عشان عايز الخليط يبقى مملح كده ومظبط، وشويه زيت. وفي الكبه القمر بتاعتي دي هضرب ده كله كويس قوي على قد ما تقدري. خلي الفرم بتاعك ناعم. النهارده جايين بفكره عزومه، لو جات لنا عزومه في الظروف اللي احنا فيها دي، ازاي نعمل عزومه تشرف ونوعا ما تكلفناش زياده عن اللزوم بالنسبه للغلاء اللي احنا فيه ده. لا زمان يعني ايه، كنا بنعمل صنفين وتلاتة ولحوم ودنيا، بس الظروف اللي احنا فيها دلوقتي دي فكرة عزومة لو تعرضت للموقف ده. وربنا يا رب يوسع ارزاق الجميع. زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة هعملها هجيب وراك على عدد المعزومين عندي، كل واحد هجيب له ورك. تمام. الوراك في العزومات افضل من الفرخة الكاملة. هجيب الوراك زي ما انتم شايفين كده، هتبقى ارخص واوفر بكتير. انا لما بجيب فرخة كاملة على بعضها مش منجزة معايا زي الوراك. تمام. زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا اتبل الوراك كويس جدا جدا، والتتبيله القمر اللي احنا عملناها مع بعض، بصل توم فلفل طماطم، والتوابل اللي انت حباها، كل التوابل اللي عندك حطيها، جنزبيل، توابل فراخ، 7 بهارات، كبابة صيني، بابريكا، توم بودرة، بصل بودرة، شوية زعتر، عندك شوية مستردة، شوية صويا صوص، شوية باربيكيو. هنا نضفنا المكان حوالينا وكده. وبعدين ايه، هبتدي ان انا اغطي الفراخ واسيبها تتبل. كل ما قعدت في التتبيله كل ما النتيجه بتاعتها كانت احلى. هنا انا هعمل رز بسمتي. تمام. انت عايزه تعملي رز بسمتي او رز اصفر مصري عادي براحتك. هو البسمتي غالي بس انا في المصري لو هعمل كيلو، في البسمتي ممكن ربع كيلو او اكتر من ربع كيلو بحاجه بسيطه هيرميلي نفس الكميه. فالاختيار ليكي. هنا هستخدم بهارات صحيحة. انا بنقع الرز البسمتي، بديله نقع شوية 10 دقايق في مية بعد ما اشطفه مرة واتنين. بالنسبة بقى حاطة معلقة سمنة مع شوية زيت على النار. دي توابل صحيحة انا بستخدمها. التوابل دي عبارة عن ايه، كركم مع فلفل اسمر مع حبهان مع ورق لورو مع قرنفل او مسمار، وقطعة بسيطة من القرفة الخشب. ما كترش قرفة عشان القرفة بتبقى قوية جدا، مع كام واحدة لومي من الاسود. تمام. سخنت السمنه بالزيت، هضيف عليها التوابل. هديها تقلبتين بالعدد علشان ما تمررش معايا، لان السمنه عندي سخنه، فلو نزلت بقى بالتوابل وفضلت اقلب فيها كتير هتمرر معايا. وبعدين بنزل بالرز وبقلبهم كلهم مع بعض، وبعدين بحط كميه ميه كتيره على الرز البسمتي غير الرز المصري. وكده معانا ايه، الرز جاهز. عندي هنا فلفل تمام سبايسي على عادي، مع بتنجان، مع بتنجانية صغيرة وبصلاية، وحبة طماطماية، وكام فص توم، كام فص توم مع بصلاية صغيرة، طماطماية صغيرة، بتنجانية صغيرة، وكام قرن فلفل. هنا بقى هستخدم الكبة القمر بتاعة منستور، كنت جايبها من عند منستور. الكبة دي محمولة، ليها رجلين بتتشال وبتتحط، عاملة زي الشنطة كده الهاند باج، وليها ايد كده فظيعة وعملية بقى فوق سطح في بلكونة، رايحة مصيف غير مصيف. لسه بقول لهم طبعا مش انا اللي بشوي، زوجي. طبعا هو حط فحم وحط كام قطعة دهنة. انا معرفش في الشوا، فكل واحد ليه دنيته بقى، فانا بقول لكم على اللي عمله. وادي الفراخ بتاعتنا المتبله. لسه بقول لهم الشوايه دي في لما يجي موسم الذره نشوي عليها الذره بقى في الفحم، هتبقى عالميه، حلوة جدا بصراحة وعالمية وتحفة التحف. هنا بقى هو بقى مهمته الفراخ. هنا بقى ايه الفكرة التانية، احنا عملنا الفراخ وعملنا الرز. الفكرة التانية، بدل ما اعمل صينية مكرونة بالبشاميل جنب الفراخ دي هتكلفني حوالي 150 جنيه، وهتبقى بس صينية مكرونة وفراخ، هيبقى صنفين بس.
صينيه المكرونه بالبشاميل هتبقى تكلفتها حوالي 150 جنيه. انا ممكن بال150 بتاعه المكرونه بالبشاميل دي اعمل كل الاصناف اللي جنب الفراخ. طبعا سعر اللحمه اللحمه غاليه والفراخ غاليه، هنختار الفراخ عشان اقل في السعر. بالنسبه بقى اللي جنبه لا، ده انا هعمل شويه تحابيش هيكلفوني ال150، الا وهم ايه؟ عملنا رز بالكركم. ده بقى الدجوس اللي مع الرز بالكركم ده خطير. ده بقى 2 حبة طماطم مع عودين كزبرة خضراء مع توم وخل وليمون وفلفل سبايسي وبابريكا وملح وفلفل اسمر وكزبرة ناشفة، واضربي في الكبة او في الخلاط كده عملتي ايه؟ سلطة دجوس. هنا بقى هاجي بالقمر القمر. جماعة اي حد، على فكرة منى بتبيع منتجات موتزاريلا فريش، اي حد بيبيع منتجات موتزاريلا فريش جيبوها وش. دي سمبوسك، انا ما خدتش كميه كبيره، انا خدت يمكن ربع الباكت. وده شويه جبنه بيضه مع نقطتين كده جبنه موتزاريلا، يعني مش هقول لكم كتير، وجبنه بيضه عاديه من التلاجة. وهبتدي ان انا طبعا ممكن اقطع عليها فلفل رومي او زيتون زي ما انتي حابه، بس انا خليتها ان هي جبنه عاديه خالص، ما حطيتش عليها اي اضافات. وبقفل السمبوسك زي ما انتوا شايفين كده منها فيها من غير ما عجينه ولا اي حاجه. وادي الفراخ بتاعتنا زي الفل. هحط بقى البتنجان والبصل والفلفل يتشوحوا، وهجيب زي ما انتوا شايفين كده بصلايه. المقبلات دي هترمي معايا اصناف، وفي نفس الوقت تكلفتها قليله مش كتيره. هنا بقى ايه؟ البصل بقطعه على قد ما اقدر كده شرايح ما تكونش سميكه، وبقى اطلعها كده بفكفكها من بعض. وبعدين ببتدي ان انا ايه؟ اجيب زي ما انتم شايفين سماق، على فلفل اسمر، على شويه ملح، على شويه كزبره، على عصره ليمون، على شويه بقدونس. تمام؟ يبقى بصل مع سماق مع ملح مع فلفل اسمر وكزبره او بقدونس شوية السماق. بصوا البصل ده بيبقى تحت المشويات في حتة تانية، سواء كفتة او فراخ، وممكن تحطيه تحت الفراخ المشوية زي ما هو، وممكن كمان تحطيه على الشواية. ده نوع كده من انواع المقبلات الخفيفة او الحاجات اللي هنفرشها تحت الفراخ المشوية. عندي هنا خيارايه، هبتدي ان انا ابشرها زي ما انتم شايفين كده، واعصر المية بتاعتها جامد جدا. اهم حاجة بس ايه؟ ان انتوا تعصروا المية كويس، والميه ما بتترماش وانتي قاعده كده في المطبخ. سلي نفسك اعمليها اي ماسك. ميه الخيار مفيده جدا. وعندي علبه زبادي ساده كبيره، وعندي شويه نعناع مع شويه ملح وفلفل اسمر وكزبره ناشفه وكمون وخل وليمون وفصين توم مهروسين ناعم. يبقى علبه زبادي عليها فصين 3 توم مهروسين ناعم قوي مع خل وليمون وملح بقى وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه ونعناع ناشف او فريش، وخيار بس ايه؟ بكون عصراه كويس جدا. وهميكس ده كله مع بعض كويس جدا، واحلى واسهل سلطه زبادي بالخيار. يبقى احنا كده عملنا تشكيل مقبلات جنب شويه رز وشويه فراخ، بس عملنا جنبهم شويه تشكيله مقبلات حلوه جدا، كانك جايبه المطعم من احسن الاكل من احسن مطعم. الصواني دي بتتباع بمبلغ وقدره، وفي نفس الوقت بتمن صينية مكرونة بالبشاميل. وما كانش هترمي كتير، 150 جنيه يا دوب تكلفة صينية مكرونة بالبشاميل صغيرة، وهتبقي بس عملت فراخ مشوية ومكرونة بالبشاميل. فكده اسهل والطف واوفر بكتير. زي ما قلت هي مجرد فكرة لو جاتلك عزومة على غفلة. هنا زي ما انتم شايفين كده السمبوسك مش هدخلها مش هحمرها او اقليها في زيت عشان ما تشربش معايا زيت، لا انا هحمرها في الفرن او هسويها في الفرن. هي معلقتين زيت بس. اهم حاجه بتكوني دهنه الصينيه كويس جدا، وبدهن السمبوسك على وشها بالفرشه كده، وبقلبها على الناحيه التانية برضو واديها مسحه زيت. مش بتاخد معايا زيت كتير، وبتبقى هشه وجميله واخده لون ذهبي وتحفه. بصوا بقى السلطه دي مفيش حد ما حبهاش، كلمه خطيره قليله. اللي هو بتنجانه مشويه وبصله مشويه وفلفلايه مشويه وتوم مشوي، كل ده بشيل الكفر الاسود بقى، وكله طعم وريحه الفحم. بجد يا جماعه اشتروا شوايه، مش لازم الشوايه دي، اي شوايه في وشكم. الشوي في الشتاء لذيذ لذيذ لذيذ، وبيدي طعم وتست احلى المطاعم. احنا مش كل يوم هنشوي، بس مره من نفسك كده لما تعملي حاجه زي كده بتبقى خطيره. هتشوي شويه طحينه، شويه خل، شويه ليمون، والتوابل بقى ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه. وحطيت كمان شويه من البابريكا المدخنه. عايزه اقول لكم السلطه دي كانت كلمه عالميه قليله عليها. هي بابا غنوج بس عشان الحاجه مشويه على الفحم كانت مدخنه
وخطيرة. ادي تالت صنف او تالت صنف معانا. شايفين بقى السمبوسك وجمالها عالمية. وادي الرز بتاعنا تحفة تحفة تحفة. زي ما قلت لكم مش لازم بسمتي، لو عايزة بسمتي ماشي، عايزة رز مصري ماشي، واعملي بنفس الطريقة. البسمتي الناس اللي هتقول غالي، بس الكمية بتاعته قليلة وبترمي جامد يا جماعة. زي ما انتوا شايفين الرز كان ريحته خطيرة، والدجوس معاه. انا كبسمة ممكن وجبة انا عندي وبنوتي كبيرة عهد، دجوس، سلطة زبادي بالخيار ورز اصفر، ده بالنسبة لي بتبقى غدا تحفة جدا. بصوا بقى، ده العيش العادي بتاعنا، انا حطيته في السرفيس. عارفين ايه اللي انا حطيته ده؟ عارفين الصوص والتتبيلة اللي كانت في الفراخ؟ تمام. انا سويتها جامد جدا جدا جدا، لازم تسويها كويس قوي. سويتها على النار عادي واستوت معايا وبقيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ريحة وتحفة فظيعة. عارفين زي الحاجات اللي بتبقى على العيش في المطاعم السوري. شايفين جمال وحلاوة الفراخ المشوية؟ مش هقول لكم غير ان الكاميرا ظلماها. كلمة عالمية فظيعة. التتبيلة سهلة وبسيطة وكانت خرافة. هنا بقى اي جرنش كده خفيف كده، بس هي مش محتاجة يعني. هي تتاكل نية هي تتاكل من غير، لا هي طبعا ما ينفعش تتاكل نية، هي تتاكل من غير تزيين. خطيرة خطيرة خطيرة. وطعمها ومستوية من جوه، رغم ان الوراك يعني ما شاء الله حجمها كبير شوية على الشوي. لازم الشوي الحاجة تكون اصغر من كده، بس كانت مستوية وكانت مزبدة وكانت تحفة. وادي الرز بتاعنا القمر، وادي السمبوسك. بصوا جمال السمبوسك وفي الفرن وخطيرة. وشوية سلطة الزبادي بقى والدجوس. بصوا حاجة كده فاخر من الاخر. جنب الاكله دي ممكن لو عندك شويه شوربه تعملي شويه ملوخيه خضراء، وكده عملتي احلى واجمل عزومه بسيطه واقتصاديه وعلى قد الايد، يعني مش على قد الايد نوعا ما، اقل حاجه في التكلفه. ولو عايزه تكبري العزومه ممكن تعملي لو عندك شويه شوربه ملوخيه خضراء وشوربه لسان عصفور. كده بصوا الجمال. السمبوسة كانت خطيرة. كده انت هتكوني عملتي عزومة زي الكتاب ما قال، ونوعا ما تكلفتها يعني ايه ملمومة شوية بالنسبة للحاجات الغالية والحاجة اللي سعرها بقى مولع النار. هو ده بقى فيديو النهاردة. بتمنى لو الفيديو عجب حضراتكم شير ولايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد على قناتي. واشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتيرة. اكتبولي رأيكم تحت في الكومنتات، رأيكم يهمني. ومع السلامة.